هالو لويتا. لو انت مدرس الماني وبتشرح كتير في السيشن وعاوز الطلبه بتاعتك تتكلم الماني وبرضه الطلبه مش بتتكلم الماني، يبقى الفيديو ده علشان اخويا بالله عليك ما تزعلش. ابراهيم رضا، مدرس لغه المانيه فورtbildner für die Deutschlehrkräfte. هدفي تعليم اللغه الالمانيه بطريقه احترافيه وكمان ممتعه. طيب عشان ان انا اعمل سيشن اصلا فيها سبريشن، لازم السيشن دي هتنقسم لخمس حاجات. اول حاجه تبقى الاينشتيج. نمرة 2 هيكون عندي الموديل او البايشبيل. نمرة 3 هيكون عندي النützliche Sprache. نمرة 4 هيكون عندي الفوربرايتung für Sprechen oder البرينستورمينج. اخر حاجه السبريشن نفسه. طيب خلينا نقسمهم كده الخمس حاجات اللي احنا قلنا عليهم. الاينشتيج هيتكون برضو من خمس حاجات. لازم الاينشتيج ده هو يكون بازولش. حاجه التانية كلا. حاجه التالتة ريليفانت. شولا سنتريات، ان هو معتمد على الطلبه. Flüssigkeit يعني fördert Flüssigkeit، يعني خمس حاجات دول ضروريين جدا. يبقى حاجه شخصيه للطلبه مهم جدا ان هم يتعلموا عنها. الحاجه الثانيه واضحه. والحاجه الثالثه ان هو متصله بحياتهم. بعدين كده هو الطالب هو الاساس للعمليه التعليميه. واخر حاجه ان هو بيدعم فكره ان هم الطلاق ويتكلموا بشكل مرتاح. طيب لو انا اديت لهم مثال، مثلا لو انا هتكلم على الفاست فود. الفاست فود ده الموضوع الرئيسي وانا داخل السيشن، يعني بمعنى اصح كده في دي كوميونيكاتيف unterricht، لازم تكون ماشيه سلسه كده. فانا داخل السيشن وبقول لهم اه والله انا بقى الفاست فود ده هي كويسه او مش كويسه. وبعدين بخش اقول لهم والله انا بحب اروح المطعمين اتنين دول ان انا اكل فيهم. لو الحكايه بالنسبه لهم كده فهو الموضوع سلس اهو. فبجر رجليهم ان هم يتكلموا، وخصوصا ان انا هقول لهم بعد كده يلا كل واحد يقول لي ايه رايه. وكمان بيروح مطعم ايه او بيحب يروح مطعم ايه. وهيشتغلوا مع بعض بارتنر اربايت او نخليها جروبن اربايت، ويتكلموا مع بعض. خصوصا ان انا مش هصحح ده، انا بخليهم بس يتكلموا، مفيش هدف في الكلام دلوقتي غير ان هم يتكلموا بس. ليه بجر رجليهم وخلاص. يبقى ان هم اينس الاينشتيج مهم جدا ان احنا نحافظ على الخمس حاجات اللي احنا قلنا عليهم ده. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها الموديل. انا بديهم مثال ازاي يعني مثلا بديلهم هو باشبيل، وان هم يسمعوه مدته بقى 10 دقائق 5 دقائق اما كان. وباخد حاجه اسمها موستا تكست لو هم عندنا تكست بنتكلم في كتاب عن كده. وبعدين عندي ميني ديالوج، ده او ده او ده زي ما تحب. المهم الوقت بتاعه بيتراوح 10 دقائق. طيب بعد كده نوتسليشه شبراخه هطلع انا من التكست ده او الهير بايشبيل، هطلع منه الجراماتيك. يستحسن ان هي تكون قاعده واحده بس. وبعدين الحاجه الثانيه ان انا اكتر حاجه اطلعها 10 كلمات، لان لو انا اتكلمت في اكتر من قاعده الدنيا هتبقى ملخبطه جدا وهم مش هيعرفوا يستعملوا ايه. الحاجه الثانيه ما ينفعش ازود الكلمات لان الفاعليه بتاعتها مش تبقى قويه. وحته ان احنا ندرس الكلمات دي هنتكلم عليها في فيديو بعدين. وبعدين هديهم وقت بتاعهم ان هم يتكلموا عن الموضوع ده هو بشكل او باخر، يحضروه في 5 دقائق في 10 دقائق ايا ما كان، باستعمال الكلمات اللي احنا قلنا عليها والجراماتيك اللي احنا قلنا عليه. بس اهم حاجه ان انا اكون كاتب الحاجات ديت على التافل ومنظمها جدا عشان هم يستفادوا منها. اخر حاجه الجزء بتاع الاسبريشن، بعد ما هم هيعملوا برزنتير هيشتغلوا مع بعض. وفي نفس الوقت هحتاج ان انا ادي لهم فيدباك. تاني خلينا نراجع على كل الحاجات اللي احنا قلناها في الفيديو. اول حاجه الاينشتيج. نمرة 2 الموديل. نمرة 3 nützliche Sprache. نمرة 4 الفوربرايتung für Sprechen او البرينستورمينج. وبعدين واخر حاجه اللي هي الاسبريشن، واخيرا الفيدباك. طيب الخمس حاجات دول ضروريين جدا. هناخد اول حاجه اللي هو الايه، الاينشتيج. لازم يكون فيه برضو جواه خمس حاجات. لازم الاينشتيج ده هو يكون بازولش. حاجه الثانيه كلا. حاجه الثالثه ريليفانت. شولا سنتريات، ان هو معتمد على الطلبه. Flüssigkeit يعني fördert Flüssigkeit. طيب الموديل المفروض ان هو يكون هير تكست او موستا تكست او ميني ديالوج. طيب اي واحده من دول. بعد كده هنطلع منه نützliche Sprache اللي هي ممكن تكون جراماتيك او فورتشاتس. بعد كده هدي لهم وقت الطلبه ان هم يحضروا الحاجه دي مع بعض. واخر حاجه الاسبريشن ان هم هيتكلموا. وبعدين هدي لهم الفيدباك النهائي. يبقى احنا كده قسمنا السيشن بتاعتنا على الخمس حاجات الرئيسيه، وفي الاخر خالص ندي الفيدباك. في حاجات مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. في حاجه اسمها كوجنيتيف بيلاستون. الناس بتفضل تشرح حاجات كتيره جدا عشان ان هي
تخلي الناس تتكلم، ولكن الهدف بتاعها ما بيبقاش اصلا يعني واضح جدا، والطلبه بتخش الحاجات كلها بتخش في بعضها، ففي بيبقى عبء زياده على الطالب. فلو سمحت ان احنا ناخد بالنا من حاجه زي كده. بعد كده لما نعمل Sprechen لازم بيقول لي حاجه: minimieren Sie das TTT und maximieren Sie bitte das STT. نزود الوقت بتاع الكلام الطلبه ونقلل الوقت بتاعنا احنا، لان احنا برضو الاتجاه العام دلوقتي ان احنا نتكلم فيه، الناس كلها بتحاول ان هي تشغل الطلبه اكتر منها ان احنا نتكلم في السيشن.